طيب ايه اهميه تكون المحيط الاطلنطي؟ بعيدا عن انه فتح الباب للهجره المستقبليه، هو غير توزيع الحراره والرطوبه على كوكب الارض. ميه جديده يعني تيارات بحريه جديده يعني مناخ جديد. وده ياخدنا بقى للموضوع اللي جاي، لما الارض لبست بطانيه حراريه وقررت تعيش في وضع غلايه على نار هاديه، مناخ الارض الدافي في العصر الطباشيري. احنا دلوقتي بنتكلم على فتره بدات من 145 مليون سنه. لو في حاجه كانت واضحه في الفتره دي فهي ان الارض كانت بتغلي، مش بس سخنه قوي، لدرجه ان العلماء بيسموها الجرين هاوس ايرث، او بالعربي كده الارض الدفيئه. بس تعالوا نوضح الاول يعني ايه جرين هاوس ايرث. ده مصطلح بيستخدموه العلماء لما حراره الارض تبقى عاليه جدا على مستوى الكوكب كله ومفيش تلج تقريبا، يعني لا القطب شمالي متجمد ولا جنوبي، كله عايم في عرق. السؤال بقى ايه اللي خلى الارض تتحول لساونا كونيه في الطباشير؟ في نظريه بتقول ان السبب الرئيسي كان ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو، واللي رفع النسبه دي البراكين. البراكين اللي كانت شغاله في كوكبنا اوفر تايم، كل ما تفور تطلع ثاني اكسيد الكربون في السماء والارض تولع. لكن استنى، في علماء مش مقتنعين قوي بالنظريه دي، بيقول لك البراكين طلعت ثاني اكسيد الكربون بس ده مش كفايه لوحده يفسر الحراره الجنونيه دي. في كمان عوامل تانية زي انفتاح المحيطات وتوسعها، وده زود نسبه تبخر الميه. كمان زاويه ميل الارض وسرعه دورانها ممكن كانت مختلفه شويه، فده اثر على توزيع الطاقه الشمسيه. يعني زي ما تقول الكوكب كله كان بيطبخ نفسه بنفسه.